عمرك وقفت قدام هدف وحسيت انك مش قادر تكمل، او لقيت صوت جواك بيقولك النجاح ده مش ليك؟ الحقيقة المشكلة مش في قدراتك، لكنها غالبا في تقديرك لذاتك. تقدير الذات مش رفاهية، ده الأساس اللي حياتك كلها بتتحدد عليه. الثقة اللي بتديك القوة تواجه التحديات وتفتح أبواب النجاح. النهاردة هنتكلم عن 5 خطوات عملية وبسيطة هتساعدك تغير نظرتك لنفسك وتبني تقديرك لذاتك. أهلا بيكم. أول حاجة لازم ندرك إن تقدير الذات مش مجرد شعور بيجي ويختفي، ده الأساس اللي بتبني عليه حياتك كلها. تخيل حياتك كأنها بناء كبير، وتقدير الذات هو الأساس اللي لو اتبنى بشكل صحيح هيخلي البناء قوي وثابت. لما يكون عندك تقدير قوي لذاتك هتلاقي نفسك بتحدد أهداف بثقة وبتحققها وانت مطمئن. تقدير الذات هو إحساسك الداخلي إنك تستحق الحب والاحترام، مش بس من الناس اللي حواليك لكن كمان من نفسك. خلينا نسأل سؤال، ايه اللي بيحصل لو تقديرك لذاتك ضعيف؟ هتبدأ تحس انك مش كفاية، وهتلاقي نفسك دايما قلق ومتوتر. ده بيأثر مش بس على حالتك النفسية لكن كمان على علاقاتك وطموحاتك. ازاي نبدأ نرفع تقدير الذات؟ السر في نقطة بسيطة جدا لكنها قوية جدا. احنا مش مثاليين وكلنا عندنا عيوب، لكن لما تبدأ تعامل نفسك بلطف وتتكلم مع نفسك بطريقة إيجابية هتبدأ تشوف الفرق. شوف نفسك كأقرب صديق ليك، تستاهل الدعم والتشجيع مش الانتقاد والهجوم. تاني خطوة تحدي الأفكار السلبية. كل واحد فينا عنده صوت جواه بنسميه الناقد الداخلي. الصوت ده ممكن يكون أكتر حاجة بتعطلك عن التقدم. بيقولك أنت مش كفء، مش هتنجح، ليه تحاول من الأساس؟ الصوت ده طبيعي بنسمعه كلنا، لكن السؤال الحقيقي هل لازم نسمع له؟ خليني أوضح لك حاجة، الناقد الداخلي مش الحقيقة، هو مجرد صوت مبني على شكوك وخوف. لما تسمع نفسك بتقول أنا مش قادر أعمل ده، خد لحظة واسأل نفسك فين الدليل؟ هل ده حقيقي؟ معظم الوقت هتكتشف إن الكلام ده ملوش أي أساس، وإنه مجرد خوف بيتحكم فيك. لازم تكون واعي بأفكارك ومشاعرك من غير ما تحكم عليهم. يعني بدل ما تهاجم نفسك لما تفكر تفكير سلبي، خد خطوة وراقب الفكرة دي كأنك بتتفرج عليها من بعيد. لما تعمل كده هتقدر تميز الأفكار السلبية وتوقفها قبل ما تسيطر عليك. ثالث خطوة هي احتضان نقاط القوة لديك. كتير مننا بيقضوا حياتهم في مقارنة أنفسهم بالآخرين، وده بيخليهم يغفلوا عن قوتهم الحقيقية. تخيل انك بتشوف نفسك كأنك بتتفرج على فيلم، لكن الفيلم ده فيه مشاهد رائعة من حياتك انت. المشكلة اننا ساعات بننسى نركز على المشاهد دي، وبنشوف بس نقصنا مقارنة بغيرنا. اول خطوة عشان تكتشف قوتك الحقيقية انك تحدد نقاط قوتك. اسأل نفسك ايه الحاجات اللي بتعملها بشكل طبيعي ومميز. تذكير نفسك بمهاراتك هتساعدك دايما تبقى نسخة احسن وتتشجع اكتر. ركز على التقدم مش على الكمال. الكمال فكرة خيالية مستحيل نوصل لها، ومجرد السعي وراها بيخلينا محبطين. لكن لما تركز على التقدم المستمر مهما كان بسيط هتبدأ تحس بثقة كبيرة في نفسك. مش مهم تكون الأفضل، المهم إنك تكون أفضل من النسخة اللي أنت كنت عليها امبارح. افتكر إن ما لا يدرك كله لا يترك كله. ورابع خطوة هي بناء علاقات صحية. العلاقات جزء أساسي من حياتنا ولها تأثير مباشر على تقديرنا لذاتنا. الأشخاص اللي بنحيط نفسنا بيهم ممكن يكونوا مصدر دعم وقوة، أو العكس مصدر ضغط وتقليل من قيمتنا. عشان كده من الضروري إنك تختار دايرتك بعناية. حاول دايما تحيط نفسك بأشخاص إيجابيين. الناس اللي بيؤمنوا بيك ويدعموك هم مصدر إلهامك، ووجودهم بيأكد لك إنك تستحق النجاح والسعادة. أما العلاقات اللي بتكون مليانة سلبية أو تقليل من قيمتك فضروري تعيد تقييمها، لأن استمرارها بيعطل تقدمك ويأثر على ثقتك بنفسك. وفي نفس الوقت لازم تكون شخص داعم للآخرين. الاستماع للناس ومساعدتهم مش بس بيخلق علاقات قوية لكن كمان بيعزز إحساسك بذاتك. لما تشارك الآخرين وتكون مصدر دعم ليهم بتحس بقيمتك وتأثيرك الإيجابي. وخامس خطوة هي تنمية حب الذات. أهم خطوة وأبسطهم لكنها الأعمق تأثيرا هي حب الذات. حب الذات مش رفاهية،
دي أساس كل نجاح وتقدير حقيقي لذاتك. البداية بتكون بالعناية بنفسك. خد وقت يومي تعمل حاجة بتحبها، حاجة بتشعرك بالسعادة والقيمة. ممكن تكون ممارسة رياضة بسيطة، قراءة كتاب بتحبه، أو حتى قضاء وقت ممتع مع نفسك في مكان هادي بعيد عن ضغوط الحياة. جزء كبير من حب الذات كمان هو تحديد أهداف واقعية. لما تحط لنفسك أهداف كبيرة جدا أو غير واقعية غالبا هتحس بالإحباط، لكن لما تقسم طموحاتك لخطوات صغيرة وقابلة للتحقيق هتفضل دايما في حالة تقدم، وهتحس بالفخر مع كل خطوة بتنجزها. وأهم جانب في حب الذات هو استيعاب عيوبك. كلنا عندنا عيوب، وكلنا بنمر بلحظات من النقص، دي طبيعة بشرية. لكن لما تبدأ تقبل نفسك بكل مميزاتها وعيوبها هتبدأ تحب نفسك بشكل حقيقي. القبول مش معناه انك تتوقف عن التطور، لكنه معناه انك تتعامل مع نفسك بلطف وصبر. حب الذات عملية مستمرة، مفيش نقطة نهاية، كل يوم في فرصة جديدة. وفي النهاية لازم نعرف ان تقدير الذات مش حاجة تتحقق بين يوم وليلة، هو رحلة طويلة ومستمرة. لكن لو بدأت تطبيق الخطوات دي هتلاحظ فرق كبير في حياتك، وهتبدأ تشوف نفسك بشكل مختلف. شاركونا التعليقات.